مرحبا بجميع المتابعين. طبعا اليوم بدي اعلمكم فك رقم سري قفل شنطة السفر. القفل هذا الموديل شايفينه، هذا القفل كيف تفكه بكل سهولة بدون اي مشاكل. الطريقة الرسمية لفك قفل شنطة السفر. طبعا اللي متابعنا وبحكي لغة انجليزية بيقدر يفوت على اعدادات اليوتيوب ويغير اللغة، راح يترجم له المقطع للغة الانجليزية. طبعا تابعونا وراح اشرح لكم 100% كيف تفك الرقم السري هذا. طريقة الفك الرقم السري هذا سهلة جدا جدا، بس خلينا أول إشي أعطيكم كمان ملاحظة. الملاحظة الأولى هي أنت إذا اشتريت شنطة وكان ملعوب رقمها السري وأنت ما غيرته، جرب 3 أصفار. إذا ما زبط 3 أصفار راح أفرجيكم هسه الطريقة. بس في كمان نقطة تانية الجميع بيسألنا عنها، شو هي؟ اللي هي هاي الكبسة، يا بتكون تدخل للداخل يا بتكون تتحرك يمين وشمال. هاي الكبسة شو هدفها؟ هدفها إعادة ضبط رقم سر جديد. كيف تضبط رقم سر جديد؟ بتحط هاي الكبسة هيك، تزيحها هيك، شايفين كيف؟ وبتحط الرقم السري اللي بدك اياه وبتضغط بقوة. خلينا نجرب ونطبق قدامكم. هسه احنا نغير رقم السري. هسه احنا بنعرفه انه هذا الرقم السري 3 اصفار. هذا الرقم السري احنا بدنا نغيره لرقم سري الثاني. عشان افرجيكم طريقة اذا انت ما بتعرف الرقم السري شو تساوي. طبعا بنيجي للرقم السري هذا بنحط اي رقم سري عشوائي. طبعا خليهن الارقام متوازيات جنب بعض، رقم سري عشوائي، وبنضغط زي هيك. هيك تفعل عندنا رقم سري جديد. هسه كيف بدنا نعرف هذا الرقم؟ هسه هذا هيها حركناه، انا ما شفت الرقم نهائيا. كيف بدنا نعرف الرقم السري هذا شو هو؟ بنيجي هون، شايفين هون على العمدان هذولا، هون في تجويف داخل العمدان، تجويف داخل العمدان. كيف هذا بنشوف التجويف؟ بنضلنا نحرك هون. طبعا بنبلش من عند الصفر، بنحرك هيك، شايفين؟ بنحرك بنحرك بنحرك. هاي طلع لنا اول تجويف. هون نيجي على الرقم الثاني، بنحط من عند الصفر نبلش، شايفين كيف؟ وبنحرك وبنحرك وبنحرك. هاي طلع لنا ثالث تجويف. وبنيجي هون كمان بنبلش من عند الصفر، شايفين؟ هون وبنحرك هيك، بنحرك. طلع عنا 3 تجويفات. لا، بنحرك. هاي طلع عنا على ال6 التجويف. هذا طلع عنا على ال6. طلع عنا الرقم 336 على التجويفات. شو بنعمل هسا؟ بننقص 3 ناقص 5 بزبطش، بنزيد 3 زائد 5 بنحط 8، بطلع عنا 8. ونيجي 3 زائد 5 برضه 8، بنحط 8. وبنيجي هذا تغير التجويف، هو كان هون، هذا المكان على ال6، على ال6 ولا 9 هي؟ لا، على ال9 كان، بس من جهة مبينة 6، هي 9 هاي. إذا 9 ناقص 5 4، بنحط على 4، هاي 4. إذا طلع عندنا الرقم السري 884. وهاي هي الطريقة الصحيحة لفتح رقم سري شنطة السفر. أهم إشي ركز على التجويف. مجرد ما التجويف عندك بالطريقة الصحيحة، إذا طلع عندك الرقم بالسالب بننقص، يعني إذا طلع عندك الرقم بنزيد. إذا طلع عندك الرقم بالسالب مثلا 5 ناقص 3، ما بزبط ننقص 5 من 3، بنزيد بتصير 8، بنزيد 5. واذا طلع عندك الرقم بالموجب بننقص 5. مثلا طلع عندنا 6 ناقص 5 بيطلع عندنا 1، بنحط 1. وياتا كمان استفسار بتحبوا تسألوني عنه بخصوص رقم سر شنطة السفر، كمان راح اجاوبكم. واهم اشي كمان ملاحظة، ما تحطوا ايات اشي ثمين بشنطة السفر، لانه زي ما شفتوا فتح رقم السر شنطة السفر بكل سهولة، ما بحتاج ايات الصعوبة يعني فتح رقم سر شنطة السفر. واعملوا لنا لايك ومتابعة على اليوتيوب، وشكرا لمتابعتكم. واهم اشي كمان اطلع بالفضاء هيك عشان تشوف التجويف، يعني حتى الاضاءة خليها منيحة. وشكرا لكم، والى اللقاء.